صبي تثليث. هذا عمرو بن معدي يكرب الزبيدي، من سكن في تثليث، صحابي طبعا. سألوا عمر بن الخطاب قالوا يا عمر من أكرم العرب؟ قال حاتم الطائي. قالوا فمن شاعرها؟ قال امرؤ القيس بن حجر الكندي. قالوا فمن فارسها؟ وصعب ترى فارس العرب، يعني ما هو فارس قبيلة ولا منطقة، فارس العرب كلها. قال عمرو بن معدي يكرب الزبيدي رجل ب1000 رجل. قالوا فأي السيوف أقطع؟ قال الصمصامة، اللي هو سيف عمرو. طبعا ما بنتكلم عن عمرو، بنتكلم عن الصمصامة، السيف هذا. عمرو السوالف فيه عجيبة، منها اللي يصدق ومنها اللي ما يصدق. الصمصامة هذا أصله من حديدة. طبعا عمرو يتكلم عن الصمصامة، يقول أصله حديدة وجدا في جوف الكعبة، فأخذا وصنع منها سيفين من أعظم سيوف التاريخ، اللي هو سيف ذو الفقار للنبي اللهم صل على النبي، وسيف الصمصامة لعمرو بن معدي يكرب. السيف هذا تداولوه الخلفاء خليفة بعد خليفة لين وصل عند هارون الرشيد، وقدر الله أنه علقوا عنده في المجلس. وجاء في نفس اليوم رسول لملك من ملوك الهند ب14 سيف هدية من أجود سيوف الهند، جابها هدية لهارون الرشيد. قال هارون الرشيد للرسول هذا وش رأيك نجرب سيوف الهند مع سيف واحد من سيوف العرب؟ قال الهندي هذا تم. قال هارون الرشيد الناس عنده قال أعطونا جذع لا يتزحزح، خشبة زي اللي عند الجزارين. ثم رص السيوف 14 هذه كلها واقفة، وأخذ الصمصامة وضربها فقطعها. الصمصامة قطع سيوف الهند مثل ما يقطع الفجل. المهم انجن الهندي هذا، انجن. قال شوف عندنا أسطورة إن هذا السيف إذا لم يثلم وقد قطع 14 سيف فإنه سيف يقتل حامله. أي والله، هل ما ماخذوا السيف قلبوه شافوا ما فيه ثلم ولا أثر، ما كانوا قطع إلا ورقة. قال هارون الرشيد للهندي هذا تبغى نهديه عليك؟ قال لا والله ما أشله. مشان الأيام لين وصل هذا السيف عند الخليفة المتوكل. فالمتوكل ياخذه معه ويلبسوه ويطلع بوه ويجي، حتى النوم كان ينام وهو معه على فراشه. ثم طلبوه غلام له اسمه باغز تركي، قال بالله تكفى أعطني هذا السيف أقلبوه وأشوفه. فأخذوه باغز ثم ضرب أبوه المتوكل، فقسم المتوكل نصفين وطاح نصف المتوكل في الأرض، وجلس ينظر لباغز هذا ويقول سيف يقتل حامله.